السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكل متابعين قناه سلوى في المطبخ، اهلا بكم حبايبي. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي ان شاء الله، قلت اعمل معاكم كده غدا النهارده ان شاء الله. طبعا معظمنا بيعرف يعمل الاكل ده، بس انا قلت اشارككم معايا برده الاكل ده، وبرده للمبتدئين اللي برده مستجدين في دخول المطبخ اللي ما بيعرفش يعملوه. ان شاء الله الاكله اللي معانا النهارده هنعمل مع بعض فراخ، يعني نسلق فراخ ونحمرها، وهنعمل رز بالشعريه، وهنعمل لوبيا. تمام كده، ادي الوصفه الاساسيه اللي معايا. هحتاج للرز طبعا شعريه وسمنه، وهحتاج للفراخ برضو توابل وبصل وطماطم وورق لورا، وهحتاج لللوبيا عصير طماطم وبصلايه برضو وسمنه. تمام كده، هنشوف مع بعض كل الخطوات واحده واحده مع بعض. تمام، تابعوني. انا حبايبي معايا لوبيا اهيت متنقيه كويس ومغسوله، وكمان نقعها شويه اهوت لحد بس ما تلاقي الحبايه بتاعتها زادت شويه زي ما انتم شايفين، لحد ما تلاقيها بتزيد شويه زي ما انتم شايفين اهوت، يضاعف حجمها شويه عشان ما تغيبش معاكي في السيليه. تمام، ومعايا حله اهيت على النار حاطه فيها ميه، الميه سخنه مش سخنه قوي يعني متوسطه. تمام، هصفي الميه ديت وهرجع احطها هنا عشان تتسلق. تمام، بصوا حبايبي ادي صفيت اللوبيا اللي معايا اهيت وهحطها هنا في الميه السخنه ديت. بسم الله، لحد بس ان شاء الله ما تتسلق معايا. وخلي بالك عشان بتفور منك وهي بتتسلق، اول ما تلاقيها بتفور ممكن تهدي النار، وممكن تحطي فيها معلقه خشب. المعلقه الخشب بتمنع فوران اي حاجه على البوتاجاز. تمام، دي معلومه بس حبيت ان انا برضو اعرفها لكم. تمام كده، اهي هتتسلق معليه النار. اول ما تلاقيها بتفور بتشيلي الريم الابيض اللي بيطلع منها ده، وبعد كده بتحطي لها معلقه خشب وتهدي عليها النار، تخلي عليها النار وسط علشان ان شاء الله ما تفورش منك وتغرق لك الدنيا. بصوا حبايبي، انا هشتغل دلوقتي كمان في الفراخ عقبال ما اللوبيا تتسلق معايا. ادي دلوقتي معايا طبق فاضي اهوت. هنعمل الفراخ النهارده بطريقه حلوه ان شاء الله هتعجبكم، فيها تغيير شويه. ادي دلوقتي معايا الفراخ اهي، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ. تمام، هقلبهم بس كده مع بعض، وهروح ماسكه الفراخ هدعكها بس كده حاجه بسيطه. طبعا ما تكتريش الملح علشان ما يغيبهاش في السوى. انا حاطه لها رشه ملح خفيفه جدا وفلفل اسود وبهارات فراخ. تمام، هعمل كل قطع الفراخ اللي عندي كده، وهنرجع مع بعض واقول لكم هنكمل ازاي وهنعمل ايه. تمام اهو. بصوا حبايبي، دلوقتي هنشتغل في الفراخ. معايا حله فاضيه اهيت على النار سخنت كويس، بنزل فيها معلقه سمنه وسط يعني اهي، بتفك معايا حاجه بسيطه. وبعد كده بروح نازله بالفراخ اللي انا تبلتها، بقطع الفراخ اللي انا تبلتها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ انا عايزه الصدمه دي والصوت ده يطلع في الفراخ، اللي هي الصدمه او الطشه دي. بسم الله كده. تمام، انا هشوحها تشويحه كده وهرجع معاكم واقول لكم هنكمل ايه وهنعمل ايه فيها تاني. اهو حبايبي شايفين ادي اهوت، انا بشوحها بدايه تشويحه بسيطه كده اهو زي ما انتم شايفين. بتقلبيها بالمساكه على الوش التاني اول ما يغير لونها حاجه بسيط كده. بصوا حبايبي، دلوقتي معايا ميه سخنه اهي، بنزل عليها بعد ما هي اتشوحت معايا وغيرت لون كده. بنزل بميه سخنه اهوت. هحط لها كمان شويه ميه سخنه كمان، هي عايزه كمان شويه. دلوقتي حبايبي الشوربه اهي بدات تغلي معايا بتاعه الفراخ، فانا معايا بصلايه اهي هقطعها كده ارباع. بسم الله الرحمن الرحيم اهيت. بصلايه واحده طبعا كفايه، ومعايا كمان طماطمايه برضو هننزل بيها كده ارباع. تمام، ومعايا كمان ورق لورا وفص واحد بس توم، فص واحد برضو تقطعيه على نصين كده وتحطيه. تمام كده. بصوا حبايبي، دلوقتي الحاجات اللي احنا حطيناها دي، البصلايه والطماطمايه والورق اللورا وفص الثوم ده، الحاجات دي كلها بتدي منكهات وتنكه لك طعم الشوربه وطعم الفراخ طبعا. ودلوقتي الطماطم المضروبه في الخلاط ومتصفيه بتاعه التسبيكه بتاعه اللوبيا اللي احنا لسه هنعملها مع بعض، هاخد منها كده قيمه كبشه صغنطوطه كده ونحطها هنا.
تمام. بتحمر لك الشوربه بتاعتك وتعطيها طعم حلو قوي. وكمان هنحط كمان توابل للشوربه. لسه هنحط فلفل اسود، الملح مش دلوقتي خالص عشان بيغيب عمليه السوا بتاعت الفراخ او اي لحوم عموما يعني. دلوقتي هنحط بقى البهارات والفلفل الاسود والحاجات دي كلها. دلوقتي يا حبايبي خلاص اللوبيا معايا اتسلقت اهي، صفيتها حبايبي بس ما جبتش عليها ميه، ما بردتهاش تحت الحنفيه، علشان في ناس كتير بتشتكي من بعد اللوبيا ما بتتسلق بيشطفوها تحت الحنفيه بيبردوها بتلاقي فكت وطلعت قشر ياما. ده السر حبايبي. ودلوقتي معايا حله اهوت عشان هنعمل الرز مع بعض. رز بشعريه، معايا كوبايه شعريه وهنا معلقه سمنه هي سخنت معايا، وهنزل هنا كوبايه الشعريه وطبعا على النار. هنحمر بقى الشعريه مع بعض التحمير الحلو ده، اللون ذهبي كده. وبرده الرز بشعريه في ناس كتير هتقولي ما في ناس كتير بتعمل رز بشعريه، لكن في تكات ان شاء الله احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله هتميز الرز ابو شعريه معاكي وهتخلي طعمه جميل جدا. بصوا يا حبايبي دلوقتي الشعريه اتحمرت معايا اهي، كوبايه الشعريه هنزل كده بكوبايتين رز اهو. طبعا تكوني مهديه النار ساعه ما تنزلي بالرز علشان الشعريه متحمرش معاكي كتير كده كويس. وتقلبي على طول طبعا، وتشوحي الرز كمان شويه كده مع الشعريه. لتشويحه الرز دي يا حبايبي مهمه جدا لانها بتخلي الرز معاكي مفلفل كده مش معجن. وهنا على فكره شايفين ادي الفراخ اهي ما شاء الله عليها اهي، شايفين ما شاء الله اهي تستوي وريحتها جميله جدا جدا من التوابل والحاجات والبصل والحاجات دي كلها اللي احنا حطيناها مع بعض. هنغطي بس عليها كده. وهنا الرز معانا اهو بيتشوح كده ياخد تشويحتين كده، وهننزل عليه بميه ايه؟ ميه سخنه. ميه سخنه. كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه وبتاخد معلقه صغيره من الملح. دلوقتي بقى هنحط خلاص اهو دلوقتي حبايبي خلاص خدت التشويحه معانا اهو. هنزل بميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقي فيه ساعات حبايه رز كده حبايبي وانتوا بتشتروها بتبقى ساعات بتلاقيها زي ما يكون فيها زيت كده. خلي بالكم الكوبايه الرزيه ديت بتاخد كوبايه وربع ميه عشان يطلع مظبوط معاكم، لكن الرز البلدي العادي دهوت بياخد عادي كوبايه ميه. بس انا بقول لكم كده عشان بصراحه علشان ما يطلعش معاكم ني. تمام كده بقى هنعلي النار. هنعمل ايه كمان يا حبايبي؟ هنحط كمان رشه بسيطه خالص من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض لو عندك، رشه بسيطه خالص عشان ما يغمقش الرز. لو فلفل ابيض طبعا يكون احسن. ومعلقه صغيره كده بصل بودر يعني حاجه بسيطه برضه. تمام. هنقلب. وطبعا ما ننساش كمان الملح بتاعنا، نظبط ملحنا. تمام كده. كل تفاصيل الرز معاكم اهي. وبعدين هنعمل ايه كمان؟ ادي كده قلبنا وظبطنا الملح. هنعمل ايه كمان؟ هنحط بصلايه. هنحط بصلايه حبايبي اهي، مش هنقطعها خالص لحد الاخر، لا احنا هنشقها شقه بسيطه بس كده بالسكينه. تمام. وهننزل بيها كده. وهنحط كمان ورق لورا. على فكره حبايبي فعلا الرز ده هيطلع مميز ان شاء الله لما تعمليه وكمان للضيوف ولا حاجه، لانه هيبقى مميز وريحته جميله جدا وطعمه جميل جدا 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 اهوت. تمام كده. ادي كل التفاصيل. هنغطي عليه بقى ونسيبه اول ما ياخد غلوه كده نهدي عليه النار خالص زي الشمعه كده. وفي الاخر اوريه لكم ان شاء الله. ودلوقتي ان شاء الله هنغطي عليه وهنشتغل كمان في ايه؟ في التسبيكه بتاعت اللوبيا. تمام. خليكم معايا بس ما تنسوش اللايك يا حبايبي، واللي ما اشتركش في القناه ينورني بالاشتراك. دلوقتي يا حبايبي هنعمل التسبيكه بتاعت اللوبيا مع بعض. ادي كده معايا حله على النار اهي، هنزل فيها معلقه سمنه. معلقه سمنه بس تفك كده حاجه بسيطه. ومعايا طبعا بصلايه صغيره. بصلايه صغيره هنزل بيها. هنقلب كده البصلايه. وطبعا رشه الملح البسيطه اللي احنا دايما بنحطها مع بعض. هنقلب تتحمر بس تاخد اللون الذهبي كده. دلوقتي يا حبايبي البصله اتحمرت معايا، بهدي النار خالص وانا بنزل بعصير الطماطم. طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه.
تمام كده اهي. هنتبلها طبعا بملح وفلفل اسود، ادي فلفل اسمر كده، وطبعا سنه بهارات اهي مش كتير، وطبعا شويه ملح، معلقه صغيره ملح، وهنقلب. وطبعا هنحط مع بعض مع ربع معلقه صغيره سكر عشان طبعا تعمل توازن في الطعم وتشيل الحموضه اللي بتبقى في الطماطم. بص حبايبي دلوقتي التسبيكه بتاعت اللوبيا اهيت الحمد لله اتسبكت معايا. تعرفي منين اللي هي اتسبكت؟ لما تلاقي الزيت او السمنه او اي ماده دهنيه انت بتشتغلي بيها طلعت فوق الوش كده وكمان تقلت معاكي. دلوقتي خلاص هننزل كمان باللوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل باللوبيا المسلوقه. احنا سلقنا اللوبيا لسه بس ايه ما بردناهاش تحت الحنفيه. تمام كده. هتاخد بس يا دوبك هما ايه غلوتين، لان طبعا مسلوقه هتاخد غلوتين اهي. بس هنحط لها ايه كمان؟ هنحط لها 3 فصوص توم كده مفرومين، بيعطوا طعم حلو قوي، ومكعب مرق كمان. تمام كده اهوت. وهنقلب كل ده مع بعض. وكمان تزوديها كبشه شوربه من شوربه الفراخ او شوربه اللحمه اللي انت بتشتغلي بيها اهي. هزودها كبشه واحده بس، مش عايزاها اساسا، عايزاها تقيله اهو حبايبي. زودتها كبشه شوربه من شوربه الفراخ اللي عندي كمان اهو. هسيبها بس تاخد غلوتين بس واطفي عليها ان شاء الله، ونشوف احنا هنغرفها مع بعض باذن الله. دلوقتي حبايبي بقى هنحمر مع بعض الفراخ اهوت. الفراخ مسلوقه معانا، ودلوقتي معايا كوبايه دقيق، وكوبايه دقيق عادي خالص، وكيس فيجيتار حار. تمام اهوت. انا هفرغه هنا اهوت. ممكن عايزاه فيجيتار عادي ماشي، فيجيتار حار ماشي، بس انا مستخدمه فيجيتار حار لان هنا معايا الدقيق، فانا ما ينفعش ان انا اجيب فيجيتار عادي وانا معايا كمان هنا ايه دقيق. يعني كده يعمل ايه مثلا؟ يعمل توازن، يبقى فيجيتار حار مع فيجيتار مع دقيق. هنقلبه كويس جدا. طبعا انا مش هتبله لان هو كده متبل، الفيجيتار متبل. ومعايا زيت في الطاسه على النار مولعه عليها، الزيت يسخن. قبل ما الزيت يسخن باخد كده واتبل الفراخ معايا. على فكره الطريقه دي حلوه قوي وبتدي قرمشه جميله جدا جدا وطعم حلو كمان، وحاجه طبعا مش تقليديه اهو. وريحته جميله جدا جدا. الفيجيتار مع الدقيق، الفيجيتار الحار مع الدقيق بيعطي طعم حلو قوي. هعمل كل القطعه كده، واول ما الزيت يسخن معايا هنزل احمر على طول الفراخ باذن الله اهوت. الزيت اهوت بدا يسخن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت يا حبايبي. بسم الله. عاملين كده اهو. انا هكمل كل قطع الفراخ اللي معايا واوريها لكم ان شاء الله بعد التحمير. انا وريتكم بس الطريقه اهوت بعملها ازاي. يا دي حبايبي الحمد لله خلصنا الاكل بتاعنا اهوت، وغرفناه كمان وجرنشنا كده الاطباق بتاعتنا علشان العين بتاكل قبل البوق. اتمنى يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. تجربوها بالتكات بتاعتي ديت اللي انا قلت لكم عليها. وعلى فكره ده البصله والورق اللورا اللي احنا كنا حاطينه في الرز واحنا بنعمله بنسويه. تمام. وتجرنشي طبعا اكل كده وتخلي شكله حلو قوي. تمام. اتمنى يا رب تكون الوصفه عجبتكم باذن الله، واتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ايه. وكانت سهله وحبيت بس اشارككم كده غدا النهارده معانا، وتفضلوا معانا والله. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه ومشاركه للفيديو باذن الله. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. مع الف سلامه.